أشوف لي مثال وثائق آخر. نعم العثمانيون نعم نعم. أو هنا مثلا أعطيك مثال عن المصحف. كذلك هنا مثلا هذا أقدم كتاب فقهي عندنا. مصحف كمان باللغة الأمازيغية؟ مجمع الملك فهد عندهم ترجمة بالأمازيغية للمصحف يعني موجود، لكن هذا مدونة أبي غانم وهي أقدم كتاب فقه عند الأمازيغ الليبيون، تسمى مدونة أبي غانم، بشر بن أبي غانم، باللغة الأمازيغية. هذا يوجد كذلك مثلا عفوا، يعني أنت ذكرت طلبت مني صورة، ربما أرجو بسرعة هكذا لو تسمح لي يعني. طبعا. هذه وثيقة للإمام الباروني الذي مؤسس أول جمهورية في ليبيا تسمى الجمهورية الطرابلسية، أحد مؤسسيها على ماذا فكرة. مكتوب هنا يوجد مهر أظن. لا، قائم مقام النواحي الأربعة سابقا علي شبل ببي إلى آخره، فهذه اصطلاحات تركية تستخدم، وهذا اسمه من تحت يعني، وختمه ختم العثماني. ثم يعني هنا مثلا ننزل تحت قليلا، هذه الصورة التي تتحدثون عنها وهي الإمام سليمان الباروني هنا، وهذا يعني حسب المعلومات التي وصلتنا أنه مصطفى كمال أتاتورك في الحرب الليبية الإيطالية الأولى. نعم. نعود إلى علاقاتكم مع علاقات الأمازيغيون مع العثمانيون بعد مع الأتراك. هل يوجد، لا أعرف باسم الأتراك، في عهد العثمانيون في زمن العثمانيون كيف كان علاقاتهم مع الدولة العثمانية؟ علاقتنا بالدولة العثمانية كانت علاقة أخذ وجذب. ماذا أقصد بذلك الأخذ والجذب؟ يعني مثلا في البداية طلب من العثمانيون أن يأتوا للدفاع عن ليبيا ضد الإسبان الفرسان القديس يوحنا، فالليبيون يشعرون بامتنان كبير جدا للدولة العثمانية لإنقاذهم من النصارى. الليبيون فخورون جدا، بل يوجد لدينا مساجد إلى اليوم تسمى بأسماء قادة عثمانيون كمراد آغا وإلى آخره. فكما تعرف أن في البداية كان الغرض الأساسي هو الدفاع عن حوض الإسلام أو عن ديار الإسلام، كما أنهم أنقذوا المسلمون الجزائريون وأنقذوا كذلك المسلمون في تونس ضد الغزوات الإسبانية المتكررة والبرتغالية. بعد مدة عندما يعني استمر الحكم العثماني في ليبيا وتأسست أسر وصار فيه ضعف الدولة العثمانية وأصبح تجميع المال هو همهم ولم يعد همهم هو الدفاع عن بلاد المسلمين وإلى آخره، صارت مقاومة عنيفة من قبل الليبيين ضد الأتراك، فخرج قادة كبار في ليبيا ضد الأتراك من أمثال غوم المحمودي، مولود شقروني إلى آخره. يعني هم من العرب أم أمازيغيون كمان؟ مثلا غوم المحمودي هو عربي اللسان ولكنه في منطقة الجبل، منطقة جبل نفوسة، وذراعه الأيمن هو مولود شقروني، وهو يعني هو الذي قاد الحرب الثانية على العثمانيين وهو غير مذكور في التاريخ الليبي. غوم مثلا علاقات جيدة وشيء يعني كان تعاركوا مع الدولة العثمانية. طبعا كانت هناك حروب يعني، بل ان مولود شقروني احتجز هنا في تركيا وكان مسجون في سجن طرابزون وفر من طرابزون. من جابوها؟ احضروه من ليبيا. نعم، العثمانيين احضروه وسجنوه في طرابزون فهرب من طرابزون، وعندنا وجدنا المفروض كان مقتول يعني في ليبيا. العثمانيين نعم. أخذوها عجيبة. أخذوه كأسير. نعم. ولكن العلاقة تحسنت فيما بعد، بل سليمان باشا الباروني هذا الذي كان صديقا للسلطان عبد الحميد وكان يعني من المقربين إليه، مؤسس الجمهورية الطرابلسية، كان الأتراك العثمانيون يحرضون ضده، يقولون أنت تريد أن تنقلب على الدولة العثمانية وأنت وأنت وأنت، ولكنه يعني تحدث إليهم وتدخل الأعيان الليبيون من الطرابلسيين والعرب وإلى آخره. نحن في ليبيا لا نفصل فصلا قويا بين هذا عربي وأمازيغي. هذا الفصل وهذه الإشكالية خرجت الآن مع النظام الموجود اليوم. فقط في ليبيا يوجد هذه المشكلة أم في كثير من دول شمال أفريقيا؟ في شمال أفريقيا توجد هذه الإشكالية عربي أمازيغي، لأن كما ذكرت لك السبب فيها ليس في أي دول مثلا يوجد؟ ليبيا والجزائر وتونس والمغرب كانت بقوة أكبر، ولكن في المغرب والجزائر الآن أصبحت أعطيت الحقوق. في الجزائر نوعا ما أقل. في تونس لا يوجد لهم ذكر لأن الأمازيغيين تم طمسهم نهائيا، يعني المتحدثين عددهم قليل جدا يعد على الأصابع. يوجد في جربة، في جزيرة جربة، ويوجد في المناطق الأخرى. عودة إلى النظام الليبي كما ذكرت لك، يعني مثلا في عهد سليمان الباروني لا، الأمازيغي معروف أنه أمازيغي والعربي معروف أنه أمازيغي ويعيشون مع بعض. لا توجد هناك الإشكالية التي توجد اليوم كما ذكرت، بل حتى اليوم لا توجد إشكالية بين الناس أنفسهم.
الإشكالية يخلقها النظام، يؤلب الأطراف على بعضها لكي يخرج هو المنتصر في النهاية. يريد أن يكون هو في الصورة، فأحسن طريقة لتفريق الشعب هي فرق تسد. فلا أظن أن الإشكالية هي إشكالية شعب فيما بينهم، إنما هي إشكالية دولة مستبدة ديكتاتورية تريد القضاء على ثقافة موجودة في ليبيا، وتريد أن تؤلب جزء من الشعب على الجزء الآخر والجزء الآخر على الجزء الآخر. ولكن الحمد لله الليبيون فطنون، يعرفون أن هذه كل ألاعيب النظام، ولا يريدون أن يكون جزء من هذه المخططات والألاعيب التي يقوم بها النظام. هل لحد الآن لا يوجد الأحزاب السياسية أو السياسيون الرجال السياسيون من الأمازيغيون في ليبيا؟ في ليبيا لا يوجد حزب سياسي أصلا. لا يوجد حزب سياسي، بس يعني يوجد القذافي والقذافي فقط. قذافي فقط، يعني وهو الذي ينصب أفكار سياسية، يعني لأن عدد سكان الأمازيغية في ليبيا كما قلتم أنتم 600,000. نعم. ويجب أن يكونون يعني ليس في الحكومة، طبعا هناك يعني شيء آخر في سلطة ديكتاتورية فقط، يعني يجب أن يكون بينهم سياسيون ويشتغلون يعني في يوجد حقيقة، يعني دعني أضعك في الصورة مرة أخرى. في ليبيا لا يوجد هناك حزب سياسي، ولكن نتأخر قليلا عن القذافي. يوجد الملك إدريس رحمه الله. الملك إدريس وكانت هناك أحزاب سياسية، وكانت هناك أعيان ينصبهم الملك إلى نفسه، فكانوا ينصبون أمازيغ حقيقة في مناصب كبيرة في الدولة. فلم تكن هناك إشكالية في عهد الملك إدريس رحمه الله. الآن القذافي ولا يعني ينصب الناس على ولائهم إليه، فأنت ليس على قدراتك، أنت تنصب ليس على قدراتك، تنصب على ولائك إلى هذا الدكتاتور أو هذا النظام الدكتاتوري. إذا تحب قذافي، إذا تكون معه، نعم. هو حقيقة هؤلاء لا يحبونه، هؤلاء عندهم مصلحة، يسرقون الدولة. هو لو يعرف مصلحته نفسه يعني النظام لكان أبعد. كان ابنه ذكي جدا، أنا سمعت عدة خطابات لابنه سيف الإسلام. طبعا هذا الذكاء كيف يستعمله هذا أمر يخصه هو، ولكن الإنسان يجب أن يقول الحقيقة. سيف الإسلام قال أشياء يعني حقائق، أن هؤلاء المطبلون للنظام اليوم، الذين يطبلون للنظام اليوم، أكثرهم يطبلون من أجل مصالحهم. ولهذا رأيناهم في الغارة الأمريكية على ليبيا في 88 ذهبوا وحرقوا ملفاتهم وأسمائهم عند النظام لكي لا يعرفهم أحد، مثل ما حصل في ما اسمها العراق. في العراق مثلا يعني انهارت دولة كاملة في 3 أيام. لماذا؟ لأنها مبنية على النفاق والكذب والدجل والتطبيل للنظام. القذافي لو انتهى حكمه غدا سوف تنهار الدولة الليبية بحذافيرها، الدولة بمفهوم الذين صنعوا القذافي اليوم. يعني حقيقة هؤلاء لن يقاوموا، لأن يعرفوا أنفسهم أن الشعب الليبي كله ضدهم. هذه الإشكالية. يعني دعنا نحن من السياسة هل في علاقة مع دولة تركيا والآن مع الأمازيغية لحد الآن؟ يعني أنا حقيقة يعني نحن وزارة الخارجية التركية، هل في هناك نشاطات وفعاليات والشيء؟ لا أعرف حقيقة من هذا الباب، ولكن أنا لأن في علاقاتنا مع نحن ليبيا. المعارضون للنظام الليبي من الأمازيغ أو من غيرنا نحاول أن نربط علاقات مع دول التي ربما تساعد همومنا ومشاكلنا. فأنا حقيقة يعني من المعلومات ربما التي لم أذكرها لك من قبل، عندما كان عمري تقريبا 7 أو 18 سنة كنت هنا، وكنت في قلتبة في اسطنبول. كنت في قلتبة أسكن في يورت مع حزب الرفاه نجم الدين أربكان، وكنت متعاونا مع حزب الرفاه. وعندنا أصدقاء، أنا كنت في محاضرة البارحة، أعطيت محاضرة هنا مع آك بارتي اللي هو عدالات حزب العدالة والتنمية. العدالة والتنمية بالعربية. أيوة. نعم. عدالة كالكن نعم بالضبط. هم يعني دعوني لأقدم محاضرة في مسجد الفاتح. فيعني عندنا نحاول أن نربط علاقات مع دول كثيرة، وبالأخص الدول التي تتفهم هذه الأشياء. مثلا تركيا مرت عفوا تركيا مرت بتجربة مثل التجربة التي مرت بها ليبيا اليوم. كان عندكم إشكالية الأكراد، ولعلها يعني حزب الرفاه اليوم عفوا العدالة والتنمية اليوم حلوا هذه الإشكالية، ويريدون تعليم اللغة الكردية أظن حسب ما سمعنا حبل الأخبار وإلى آخره. فنحن نريد أن نستفيد منهم في هذا